الكلب رفع كبوت عربيته عشان يستعرض الموتور الصاروخي قدام الجمهور، بينما عربية دروبي كانت مجرد عربية لعبة بتشتغل بلفة عشان يسخر منه. الكلب استخدم عربية دروبي كأنها ولاعة. بعدين السباق ابتدى. عربية الكلب انطلقت بسرعة 100,000 كيلومتر في الساعة، وهو معدي على مطعم وجبات سريعة. وقف يدخل يفطر، لكن وهو هيبتدي ياكل دروبي لحقه. خلص أكله بسرعة وضغط بنزين وجرى ورا دروبي عشان ما يسبقهوش. الكلب رسم نفق مزيف على الجبل اللي هيمر منه دروبي. زي ما توقع، افتكر ان دروبي هيخبط في الحيطة، لكن دروبي عدى عادي من غير ما يتأذى. الكلب جري وراه على طول، لكنه خبط بعربيته واتدمرت عشان يكمل. بعد كده الكلب اتنكر في هيئة واحد واقف محتاج مساعدة. طلب من دروبي يساعده يصلح عربيته. دروبي فعلا صلحها، لكن أول ما الكلب حاول يشغلها ويعدي قدام دروبي، العجل طلع يلف في الهواء عشان يضيع دروبي السباق. الكلب حرك يافطة كبيرة وحطها في نص الطريق. دروبي دخل فيها بالعربية، فالكلب خد اليافطة ورماها في النهر وفرح قوي انه كسب بدري. راح على طول يقضي إجازة على البحر. فجأة الإذاعة أعلنت ان دروبي قرب من خط النهاية. الكلب اتخضى، شغل العربية بسرعة عشان يلحقه، لكن من كتر السرعة خبطوا أتوبيس وتحولت عربيته خردة. في الآخر الكلب انتهى في المستشفى وخسر فرصة انه ياخد البطولة.